بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتعظيما وتكريما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. أهلا بكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. في اللقاء السابق احنا كنا عملنا تصميم بسيط بخط الثلث، وهما كان مكون من كلمتين فقط، وهما العظمة لله، وكنا كتبناه أمام حضراتكم، وكان تبقى شيء بسيط. كنا منتظرين إن الكتابة اللي احنا كتبناها إنها كانت تجف، علشان يعني نستكمل بعض الحاجات البسيطة اللي كانت بتنقص التصميم. ونذكر حضراتكم إن ده كان التصميم اللي هو كان أساسا على الورقة البيضاء دي فقط. فاحنا زي ما طبعا ما كان ظاهر في الفيديو السابق، يعني ده كانت اللي هو الورقة البيضاء ديت، هو ده كان التصميم. واحنا الحمد لله كتبناه امام حضراتكم. كان ينقصه الالف دي، كنا سايبين التصميم ان هو يجف شويه لان الحبر كان لسه ما جفش عشان نعمل الالف. المهم يعني، فكنا توقفنا عند هذا الحد، ما كناش لسه عملنا الالف بتاعه حرف الظاء، فاستكملناها الحمد لله. ويعني طرأ لنا ان احنا نحاول ان احنا نعمله في شكل لوحه صغيره بسيطه. فالتصميم بعد ما كتبناه قصينا او قطعنا الورق اللي احنا كنا كاتبين عليه، بحيث ان هو يكون متساوي، يعني الاضلاع مستطيل يعني، او اقرب الى المربع. وجينا عملنا هنا شيء من الزخارف، الاطارات اللي هي البسيطه خالص، او الاركان البسيطه خالص، وصلنا ما بينها، وده كان باللون الذهبي. ثم عشان برضه ندي رونق شويه للكتابه وللتصميم ونجعله في شكل لوحه مبسطه جدا، فحطيناه على ورقه تتناسب مع اللون الذهبي وايضا مع اللون الاسود لون الحبر، فلزجناه على ورقه لونها بني محروق كده او بني غامق يعني. ثم ايضا برضه لتكمله بعض الديكورات الخفيفه خالص، عملنا برضه هنا خط او مستطيل تاني يحيط باللوحه اللي احنا كاتبينها، خفيف جدا جدا باللون الاسود، مستطيل اهو زي ما احنا شايفين على ابعاد متساويه. لكن برضه قلنا عشان برضه تبقى يعني اللوحه الى حد ما يعني متكامله وتظهر في شكل لوحه وان كانت بسيطه وصغيره الحجم الى حد ما، لكن قلنا برضه نحطها في برواز يتناسب معاها، فعملنا برواز من الخشب وقلنا نحط هذه اللوحه فيه. فالبرواز اهو، جبنا البرواز بالشكل ده كده اهو تمام، حتى برضه جبناه لون ذهبي علشان برضه يمشي، لان برضه تناسق الالوان الى حد ما بيكون مطلوب. فالبرواز لونه ذهبي في قطعه من الزجاج. ممكن قبل ما نحط طبعا اللوحه بتاعتنا، احنا المفروض ان احنا بنمسح الجزاز بتاعنا بشكل كويس عشان ما يبقاش فيه حاجه على يعني ايه تشوه منظر الكتابه اللي احنا قمنا بكتابتها. وبعدين طبعا احنا بنعمل البرواز، بناخد مقاساته ومقاسات اللوحه بتاعتنا، وبنحط اللوحه بتاعتنا اهي في البرواز على الزجاج. بنجيب قطعه من الابلكاش الخفيف او قطعه كرتون او اي حاجه، ما نبدا نحطها بهذا الشكل اهو، وبعدين بنحاول ان احنا نثبت هذا الكلام مسامير صغيره جدا اهي، وبنحاول ان احنا نثبت برضه معانا كده، يعني ما هيبقى برضه في خط وفي نجاره وفي حاجات يعني كده الى حد ما، يعني برضه نستطيع ان احنا ايه نعمل. ثم بنبدا نثبت المسامير بتاعتنا بالشكل ده ببساطه كده اهو، وبعدين ناخد في الجهه المقابله بعد ما بنظبط نفس كده اهو. طبعا برضه المفروض ان انا المكان اللي انا بشتغل عليه الى حد ما يكون نظيف بالشكل ده كده، علشان انا يهمني ان البرواز برضه يحتفظ برونقه وبالشكل الجمالي بتاعه اهو. برضه بنحاول نثبت كده خفيف جدا بالمسامير اهو بالشكل ده كده. يعني الحمد لله
مسمار كمان. يعني من الاربع اركان بنحاول نحط كده مسامير صغيره، ويبقى برضو انا عندي القدره على ان انا نضع المسامير يعني بشكل مظبوط ان شاء الله. يبقى مسمار كمان نحاول ان احنا نحطه، يعني نظبط برضو اللوحه بتاعتي بالشكل ده والخلفيه بتاعتها. ثبتنا البرواز بتاعنا بالظهر بتاعه. طبعا بنعمل له هنا يعني الاستك السلك ده او الفتله دي علشان نقدر نحاول نعلقه يعني على اي شيء. بنقلب البرواز بتاعي، لازم برضه بالتاكيد ان انا بنمسحه بالشكل ده وبننضفه اهو، عشان يعني شيء يتناسب مع حتى لان اللوحه ذات نفسها مكتوب فيها لفظ الجلاله، فلفظ الجلاله هو كلمه الله، فكلمه الله لابد طبعا انها يعني ايه تاخد الاهتمام بيها والقدسيه بتاعت لفظ الجلاله. فاحنا بنحاول ننظف الدنيا كده بالشكل ده كده اهو. وبعدين في الاخر يبقى احنا استطعنا ان احنا نعمل لوحه بهذا الشكل. العظمه لله، تكوين بسيط جدا جدا جدا. هو طبعا يعني احنا قمنا بمحاكاته بس كتبناه امام حضراتكم واستكملناه علشان برضه نعمل منه لوحه بسيطه جدا جدا جدا. بعد ما الكتابه حطيناها في هذا البرواز الخفيف، وبرضه عملنا هنا برضه طبعا ده شيء مكمل للكتابه ان انا هنا بنيجي نعمل يمكن برضه الكاميرا لو دخلت عليا شويه كده في بعض التقاطعات او التداخلات بتاعه الحروف مع بعضها. يعني الالف وكانها اخترقت اللام ديت بتاعت لفظ الجلاله، والعين برضو الحاجب بتاعها اخترق الالف، ثم العين مع الدوران اخترقت هذا الجزء اللي هو كماله الميم، ثم لفت العين الثعبانيه عشان تخترق اللام. يعني بيحصل فيه نوع من الترابط ما بين الحروف وبعضها، ودي ايضا من جماليات الخط. نرجو ان يكون هذا العمل البسيط يعني قد نال اعجابكم واستحسانكم، وان شاء الله يعني في لقاءات ان شاء الله قادمه، وبرضه على حسب ما الناس على حسب حضراتكم الرغبه. يعني احنا اشتغلنا كوفي على السبوره، واشتغلنا ايضا ثلث، واشتغلنا بعض الخطوط الثانيه، لكن كان على السبوره فاحنا بدانا نشتغل على الاوراق وعملنا هذه اللوحه البسيطه. ان شاء الله الى لقاء قادم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.